ضرب زلزال اليوم مناطق جنوبية تركيا فجر الاثنين 6 فبراير 2023 وشعر به سكان تركيا والدول القريبة منها سوريا ولبنان ومصر، فيما كشف مسؤولون أتراك لوكالة الصحافة الفرنسية عن تفاصيل زلزال اليوم. وذكر نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي سقوط 284 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1700 مبنى من جراء الزلزال. كما أكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى من جراء الزلزال إلى 237 قتيلا و639 مصابا في مدن حلب وحماه واللاذقية. من جهتها أعلن وزير الداخلية التركي أن بلاده رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو ما يشمل المساعدة الدولية، بعدما سجلت بلاده 6 هزات ارتدادية تخطت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر. انتظروني في حلقة قادمة وإلى لقاء آخر إن شاء الله.